من الاسامي الكبيره اللي احنا عارفينهم. تياجو اللي في الصوره ده وسط ميدان تشيلسي قبل كده والمنتخب البرتغالي 2 كاس عالم وبطوله اوروبا. خوزيه انطونيو رياس للي ما يعرفوش من نجوم اسبانيا العظام، برضه في ريال مدريد وفي الاتليتي وفي الارسنال، وفاز بالدوري مع كتيبه المدفعجيه في الجانرز مع ارسن فينجر. ايضا هتلاقي من ضمن الاسامي اللي موجوده ميراندا البرازيلي وده لاعب دولي، فيليب لويس لاعب دولي في البرازيل انضم قبل كده، خوان فران نجم ومتوسط ميدان المنتخب الاسباني وريال مدريد من قبل وشارك في فوز الريال بالدوري ايضا مع فابيو كابيلو هو وريس. وبالتالي نجوم الحقيقه جايه برضو تحتفل رغم غياب فالكاو ولويس بيريا، رغم غياب بعض العناصر. اردا توران النجم الكبير التركي اللي عنده مشاركه مهمه بعد بكره مع تركيا امام كرواتيا. تيباوت كورتوايز الحارس الاساسي ايضا البلجيكي المعار من تشيلسي. صبري رحيل، المرغني موجود، صلاح سليمان، احمد توفيق. هقول لحضراتكم التشكيله. ادي لعيبه اتلتيكو مدريد اللي عبروا عن سعاده كبيره لمشاركتهم نادي الزمالك في هذا اللقاء. اقول لحضراتكم تشكيله الزمالك في لقاء الليله: عبد الواحد السيد في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر من اليمين حازم امام، صلاح سليمان، كريم الحسن الغالي اول فرصه واول ظهور، صبري رحيل اول ظهور هذا الموسم. وسط الملعب بيلعب بثلاثه، مأمن اكتر كابتن حسن في وسط الملعب، مرغاني واحمد توفيق وابراهيم صلاح. ثلاثي الهجوم والكتيبه الهجوميه في نادي الزمالك: محمود عبد الرازق شيكابالا الفرود المتاخر، خلف رأسي الحربه رزاق اوموتيوسي البنين اللي بيبدا للمباراه الثانيه بعد ما كان بدا مباراه الانتاج الحربي ثاني مبارياته يبدا بيها، واحمد حسام ميدو اول مباراه يبداها ميدو بعد ما كان شارك لبعض الدقائق في مباراه غزل المحل. احتفاليه كبيره بقول لحضراتكم الدخلات اهي الجميله. وادي السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه. انتهى عزف السلام الوطني والجمهور بالدخله الجميله 100 سنه زمالك. وهو ده الدرس وهي دي الرساله والقيمه اللي دايما بنذكرها، انه الجماهير لابد ان هي تآزر. وجماهير الزمالك الحقيقه ليها كل التقدير لانها عانت وتحملت ما لا يتحمله بشر من بعد عن البطولات. بطوله وحيده في الفتره الاخيره بالرغم ان الناس بتظلم الالفيه الجديده. الزمالك فاز في الالفيه الجديده ب 12 بطوله، يمكن ابتعد الفتره اللي فاتت لكن بداياته مع افريقيا ومع بطوله الدوري 3 دوري وبطوله كاس مصر نسختين والبطوله الافريقيه زي ما قلت لحضراتكم والسوبر الافريقي. وادي علم اسبانيا والسلام الوطني لاسبانيا ايضا. انتهى عزف السلام الوطني الاسباني. وادي نجوم اتلتيكو مدريد. صحيح الفريق متاخر دلوقتي في المركز ال 11 13 نقطه لكنه بيقود مجموعته المجموعه اي في الدوري الاوروبي اليوروبا ليج، البطوله اللي بيسعى الفوز بلقبها تاني. لقب ذهب الى البرتغال الى نادي بورتو في النسخه الماضيه. النسخه اللي قبلها على طول كان اتلتيكو مدريد، وده سبب ان النادي اعاد شعبيته. طبعا لما بتاخد بطوله كبيره ومش كده وبس، ده راح فاز على الانتر كمان في موناكو 2-0 وتوج بلقب السوبر الاوروبي بهدفين. كان جاب النجم الكبير خوزيه انطونيو رياس افتتح التسجيل، ثم سيرخيو اجويرو
فتى الارجنتيني الذهبي وهداف الدوري الانجليزي والمان سيتي الان الهدف الثاني. وكانت حقيقه بطوله برضه كبيره تحسب ليهم انه فازوا على الانتر وهو موجود في ارضيه الملعب بكامل نجومه. ثالث الهدافين طبعا دلوقتي كان مع روني بيتبادلوا المراكز الاولى، وبعدين روبن فان بيرسي بعد اهدافه ويجي بعده زيكو 10 اللاعب البوسني، ثم واين روني ونجمنا سيرخيو اجويرو زي ما قلت لحضراتكم عدى على نادي اتلتيكو مدريد وكان من نجومه. دييجو فورلان كان من نجومه.